من بعد اللي حصل سارة ما بقتش زي الأول. كل يوم بالليل كانت تحس إن في حد بيراقبها من المراية، حتى لما تغطي المراية بملاءة كانت تلاقيها الصبح مكشوفة، كأن حد من جوه المراية عايز يشوفها. في ليلة وهي نايمة على جنبها سمعت صوت تنفس ثقيل في ودنها. لفت بسرعة، مفيش حد، لكن الموبايل اللي على الكومودينو كان مفتوح على الكاميرا الأمامية، والغريب إن الكاميرا كانت بتسجل رغم إنها ما فتحتهاش. سارة جربت تشوف وشافت في الشاشة انعكاسها نايم جنبها، لكن اللي في الشاشة فتح عينه وبص عليها. صرخت ورمت الموبايل بعيد. قامت تجري ناحية الباب، بس الباب ما كانش بيتفتح. صوت الضحكة القديمة رجع تاني، بس المرة دي جاية من كل المرايات في الشقة، كأن في أكتر من شخص بيضحك معاه. الإضاءة وط والهواء بقى تقيل، وفجأة المراية الكبيرة اللي في الصالة اتشقت من النص، وخرج منها إيد سودة طويلة شكلها زي دخان بيتجمع، لحد ما خدت شكل سارة تانية نفس الملامح بس من غير لون في عينيها. النسخة دي وقفت قدامها وقالت بصوت خشن: كنتي بتبصي عليا كل ليلة، دلوقتي دوري أبص عليكي. جريت سارة على المطبخ، مسكت السكين وهي بتترعش. النسخة التانية مشيت وراها بخطوات بطيئة. كل ما سارة تبعد انعكاسها في أي سطح لامع كان بيقرب أكتر. في لحظة النور كله اختفى. سارة حست بإيد باردة لمست كتفها. لما بصت شافت نفسها، لكن اللي قدامها كانت بتضحك نفس الضحكة القديمة. الموبايل اللي كانت سايباها على الأرض اشتغل لوحده، وظهر عليه إشعار جديد: تسجيل جديد تم حفظه، ملف المراية جد MP4. وفي الفيديو ظهرت سارة وهي بتضحك، بس الغريب إن اللي صور الفيديو كان من جوا المراية.